السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الجميع بخير. طبعا الزيارة بتاعت ماكرون الرئيس الفرنسي في مصر والتكلفة والحراسات والدنيا والمدان اللي السيسي عملها. الزيارة بتاعت الرئيس الفرنسي كلفت الدولة وكلفت الغلابة يمكن 70-80 مليون حراسة في الساعتين اللي هم بتوع خان الخليلي. عبد الفتاح السيسي دفع المخابرات، دفعت لناس، أجروا ناس وعملوا حوار كده على اساس يعني ايه ان الرئيس الفرنسي في قلب القاهرة والامن والامان. فعلا مصر ام الدنيا وهي الامن والامان. ولو الرئيس الفرنسي نزل مصر لوحده على رجليه من غير اي حراسة، الشعب المصري هيشيله على دماغه وهيرقص بيه. اجدع وارجل شعب في الدنيا، وشعب مش محتاج التكلفة اللي عبد الفتاح السيسي بيكلفها على حراسة سيارتك الفارهة وقصورك الفارهة ومسروقاتك الفارهة. والوزراء نفس الموضوع. الشعب مش محتاج ان انت تصرف وتكلف التكلفة الجامدة دي على حراسات تافهة ملاش اي لازمة، والناس اتكحت وشها في الاسفلت. عبد الفتاح السيسي ونظامه بتوع تمثيليات ومسلسلات وروايات كده. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله اي رئيس في العالم ينزل مصر على رجليه في قلب القاهرة، اقسم بالله الشعب المصري يشيله على دماغه ويرقص بيه كمان. شعب جميل، شعب في منتهى الجمال. الشعب المصري انتوا اللي نظام مهيأ للناس الخطر، واحنا بنعمل واحنا بنسوي واحنا كلكم بتوع حوارات وبتوع أونطة وبتوع جلاشة وبتوع لقطة في التصوير، وكله كذب في كذب في كذب في كذب. الرئيس ماكرون زار مصر وقلتوا هنعمل ونسوي ووقف إطلاق نار وروايات وحمضانيات وبتنجانيات، والرئيس الفرنسي توكل على الله رجع على بلده على فرنسا وينورنا في أي وقت هو وأي رئيس دولة في العالم. الشعب المصري شعب مضياف وشعب كريم وشعب حلو، مش محتاج التمثيل بتاع عبد الفتاح السيسي وبتاع المخابرات. تأجروا ناس ترقص وتأجروا ناس تعمل، تأجروا ناس ترقص عند المعبر. واحدة رايحة ترقص، واحدة بتظهر معاكم مأجرينها عندها اوردر معاكم على طول. كل حكاية الناس اللي بتأجروها هي من ضمنهم، ساموا الفتى شوية يعني معروفة. وراحت قعدت ترقص على المعبر المصري وطبل وزمر ورقص على المعبر المصري. وبعد خطوتين من الرقص في أطفال رؤوسها طايرة في غزة. الرئيس ماكرون زار وعمل وهنعمل ونسوي، وقفت إطلاق نار، وقفت حاجة، دخلت مساعدات للناس اللي بتتباد في غزة. عملت إيه؟ عملتش أي حاجة. كذاب وتافه. بقول لك يا عبد الفتاح السيسي، انت ما خليتش كرامة للمصريين داخل الدولة. طب والناس اللي متعلقين في غزة دول مصريين؟ 25 نداء عاجل للمصريين عالقين في غزه من اول حرب. احنا مصريين عالقين في غزه من اول حرب. بنطالب سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الخارجيه وجميع الجهات المختصه بينا. احنا بنناشد سياده الرئيس ان احنا عايزين نرجع بلدنا. احنا من اول حرب واحنا بنعيش في حياه صعبه، وربنا الاعلم بحالنا هنا، وكمان احنا معانا اسره ومعانا اطفال، وربنا الاعلم بالوضع هنا، والوضع هنا صعب. الناس ديت ليها يمكن من اول 7 اكتوبر. الناس دي من اول 7 اكتوبر في غزة في الحرب، وانتوا يا حكومة عارفين ان احنا لينا جروب مصريين اسر في غزة وعارفين كل حاجة. ليه ما بتجيبوش الناس دي؟ الناس دي لو فيهم واحد امريكي واحد في وسط اللمة المصريين دي، لو فيهم واحد امريكي ولا اسرائيلي ولا يمني ولا اي حاجة، ولا ان شاء الله يكون حتى جاي من الصومال، هيبعتوا يجيبوه. هيبعتوا يجيبوه. ليه سايبين الناس ديت بتباد مع شعب غزة؟ مش كفاية ان انتوا سايبين اطفال غزة بتباد؟ كمان المصريين اللي هناك. انا بس بوريك الحوار دوت يا عبد الفتاح السيسي عشان اعرفك ان احنا في عندنا فساد داخل الدولة وكذب وبتوع لقطات وتصوير كلام فاضي. دول مصريين متعلقين في غزة واسر وعايزين يرجعوا مصر من يوم 7 اكتوبر اول ما بدأت الحرب في غزة. عايزين يرجعوا البلد وبيكلموكوا
الراجل ده طلع اتكلم اكتر من 50 مرة على صفحته، وانتوا بتشوفوها وعارفين. ليه ما بتعملوش تنسيق وتجيبوا المصريين دول ترجعوهم بلدهم؟ ولا انت بس ايه بتاع لقطة وحكايات وحوارات وافشخانات؟ والاعلام بتاعك اللي هو المضلل اللي يطلع يطبل لك ويرقص لك ويبخر لك ويعمل لك ويسوي لك، انتوا كلكم ليه كذب في كذب، وحياتكم كلها حوارات. الغلابة في مصر وشها اتكحت. انتوا موتوا الناس ماتت في ايديكم. الناس ماتت في ايديكم. هيجي واحد لجنة معرض من اللي شغال مع عبد الفتاح السيسي هيقول لي ما احنا تكشفنا شوية عشان نبني البلد ونبني الجيش. يا باشا، رئيسك رئيس الجمهورية بنى العاصمة الإدارية من 15 سنة، ما شفناش منها ربع جنيه دعم واحد غلبان نايم في الشارع بره مستشفى. مفيش أي حاجة، ما شفناش منها ربع جنيه. العاصمة الإدارية دي 15 سنة. باقي المدن بقى. هم؟ يا راجل، ده انت هزقت الشعب المصري. اقسم بالله يا عبد الفتاح السيسي، انت هزقت الشعب المصري. والله انت كسفتنا في وسط الشعوب. جمهورية مصر العربية دولة حضارة وتاريخ وثقل عربي وثروات الأرض فيها، خزائن الدنيا في مصر، والجمال والعظمة بتاعت الأرض ديت وجيشها ودنيتها. شوية مصريين زي دول مش عارف تجيبهم من على المعبر؟ ليه؟ ليه؟ امال فين بقى؟ انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ صحيح. صحيح. انتوا مش نور عينينا ونور الصالون والشغل. يا عبد الفتاح السيسي، يا عبد الفتاح السيسي، نيجي نشتغل بدلك. يا اخي نيجي نشتغل بدلك. يا اخي سيطر شوية، عيب كده، ما ينفعش قلة الادب اللي انت فيها انت وحكومتك ديت. سيطر شوية، سيطر شوية. انا عايز اكلمك بقى في مستشفيات مفيش، ولا اجهزة مفيش، ولا تعليم مفيش، ولا صحة مفيش، ولا دنيا مفيش، ولا اي حاجة مفيش. كل حاجة مش هتلاقي مفيش، كل حاجة هتلاقي مفيش. مش عايزين نحكي في حاجة، لان احنا عرفنا في الكلام معاك، وانت بني ادم مسطول. انت مسطول، بتاخد اللقطة وخلاص، تعمل اللقطة والشو وخلاص، وبتكلف الشعب فيها. يعني اللقطة اللي انت بتتصورها بتكلف الغلابة فيها. ابعت هات المصريين اللي في غزة، عيب كده، عشان الشعب المصري ما يستحقش اللي انت بتعمله فيه دوت. كفاية الإضعاف والإفقار والتجويع، كفاية. احترم المواطن شوية وخلي عندك دم، عشان انت راجل شغلتك على الكرسي اللي انت قاعد عليه دوت. شغلتك احنا، شغلتك احنا. ابعت هات الناس اللي في غزة دول، لو من اي جنسية تانية كانت الدنيا اتطربقت وبعتوا جابوهم، بعتوا لهم طيران يجيبوهم. ايه حكاية انت؟ ايه الحكاية؟ كل اللي يجي يمسك البلد مش عامل اي كرامة لاي مواطن مصري، لا في بلده ولا بره بلده. ليه؟ علشان انتوا اصلا ناس ما عندكوش كرامة. اذا الواحد فيكم صاحب مبدأ وكرامة، والرجولة عدت من عند دارك وانت طفل كرئيس، يعني دلوقتي لو الرجولة عدت من قدام دارك انت او اي رئيس غيرك بيمسك مصر، كلكم شوية حسالة عايزين تتكبوا في الزبالة. لا كرامة للمواطن داخل البلد ولا كرامة بره البلد. شباب بتطلع ترمي نفسها هجرة غير شرعية في البحور وفي الغابات، والمهربين بيبيعوهم لبعض ويموتوا في السكة. 3000 ولا 2000 مصري مفقودين من ساعة انت ما مسكت البلد. مش كفاية الإفقار والتجويع والحاجات دي؟ تحترم نفسك. عيب لما مصريين زي دول يبقوا تحت الإبادة مع الأطفال الغزاوية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا مساعدة ولا أي حاجة، وتقدر توقف أنت، وتقدر تقف، وتقدر تقول لأ. أنت ليك هدف اللي هو حماس، عايز تدمره، بس مش مشكلة لما أطفال غزة تتدمر معاهم. يا أخي حماس دي هي أصلا منظمة إرهابية. أقسم بالله منظمة إرهابية. بس الإرهابيين دول بيعملوا المصيبة وبيرجعوا يخشوا في الأنفاق تحت الأرض، واللي بيحاسب
على البلاوي السوداء هم الاطفال رؤوسهم بتطير في القنابل. انت رئيس جمهورية مصر العربية، مين اللي قال لك ان انت رئيس؟ ده غزة في قلب مصر، تقدر توقف، تقدر تعمل ليه؟ لان الامن القومي المصري في غزة، والامن القومي المصري في اسرائيل، والامن القومي المصري في السودان، والامن القومي المصري في اثيوبيا اللي هي بعد السودان، وفي افريقيا كلها. الامن القومي المصري حدودها الخارجيه، ما بالك ان غزه دي بينك وبينها باب بس بتفتح باب. تقدر توقف وتقدر تعمل كل حاجه. قاعد في القصر بتاعك اللي متكلف له 30 مليار من دم الغلابه، بتتفرج على التلفزيون وبتشوف الاطفال اللي رؤوسها بتطير، والجوع والبهدله، ويهجروهم من هنا يروحوا هنا كل يوم وكل دقيقه ضرب فوق دماغهم. والله اعلم عايشين ازاي، انا مش عارف، وقاعد بتتفرج عليهم. كل هدفك عايز تقضي على حماس. يا اخي حماس هي منظمه ارهابيه بتعمل البلوى وبتخش ترجع تحت الارض. اللي بيحاسب على البلاوي السوداء ديت الاطفال. يا اخي اتقي الله واحترم نفسك. يا اخي فضحتنا في وسط العالم. يا اخي يا اخي دولة مصر دولة ذات ثقل عربي وشعب عريق وصاحب تاريخ. انت مرمطت كل ده في التراب، وشدد على الغلابة في مصر داخل البلد ستارة سوداء.